اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ومرحبا بكم كامل في قناة نسيم الروح للطبخ والحلويات، وإن شاء الله يلاقيكم هذا الفيديو كامل في أحسن الأحوال. وما زلنا دايما مع الوصفات الرمضانية. اليوم بإذن الله راح نديروا مع بعض وصفة سهلة وبنينة واقتصادية وما تديش وقت بزاف، اللي هي رولي الدجاج. اللي حابة تعرف طريقة التحضير نقولها تبعي معايا الفيديو للأخير وفرجة ممتعة للجميع. ونبداو على بركة الله بالمقادير وطريقة التحضير. لهنا عندي نصف صدر دجاج يكون مرحي، عندي شوية من المعدنوس، شوية من الزيتون يكون مقطع، زيتون أخضر أكيد، شوية من الثوم والملح. وبالنسبة للتوابل عندي توابل الدجاج نديرو رشة صغيرة، ونزيدو إذا عندك الفلفل الكحل من الأحسن ديري فلفل الكحل، إذا ما كانش ديري الفلفل الأحمر. نديرو كذلك رشة صغيرة، نزيد 2 مغارف كبار من الشابلور. وبالنسبة للتوابل أكيد انت اللي رايحة تتحكمي فيهم حسب الرغبة نتاعك، وتقدري تزيدي مغرف صغيرة من المارغرين ولا الزبدة باش يخلينا الدجاج نتاعنا يكون طري. نخلط كامل المكونات مليح مع بعضهم، ورايحة نزيد البيض غير بشوية باش يتلم الدجاج نتاعنا. ونحاولوا البيض ما نديروش على دفعة، نبقاو نزيدو بشوية حتى نتحصلوا على القوام اللي نحتاجوه. وبعد ما خلطنا كما قلت لكم كامل المكونات مع بعضهم وندمجوا كامل مع الدجاج، فرشت البابي فيلم وبسطت فوقه الدجاج نتاعنا. نديروه طبقه شويه متوسطه، ما هي رقيقه بزاف وما هي خشينه، ومن بعد نغطيه من الفوق بالشرائح تاع الفرماج هذا. نحاول نغطي كامل سطح الدجاج نتاعنا. ومن بعد نلفو ولا نروليه بالطريقه هذه بشويه برك حتى نتحصلوا على بوده. نروليو ونضغطوا عليه باش ما يتحناش من بعد كي يكون يطيب، كما راكم تشوفوا بالطريقه هذه. ان شاء الله الصوره تكون واضحه ومفهومه. ونضغط عليه مليح من الاطراف خاصه باش ما يخرج لناش الفرماج كي يكون يطيب. من بعد ما نروليه مليح راح نزيد نروليه في البابي الومنيوم. اذا ما عندكش دوبليلو البابي فيلم يكفي. وتقدروا ديروا قبل ما ديروا البابي فيلم ديروا البابي كويسون من بعد باش ديروا الالومنيوم. نروحوا نديوه يفور ولا نطيبوه في الفرن حتى يطيب الدجاج نتاعنا ونرجعوا من بعد. وبعد ما درنا الرولي تاعنا يفور راح نديروا مع بعض لاصوص. عندي مرسو تاع الدجاج، اي مرسو يكون عندكم نزيدوا له شويه من البصل وشويه من الثوم. انا لهنا ما بغيتش نديرو بالزيتون ولا بالجلبانه، راح نديرو بالزروديه، وانتم اكيد حسب الرغبه نتاعكم. نزيد شويه من توابل الدجاج وشويه من الكركم وشويه من الزنجبيل، وتقدروا تزيدوا شويه من الكزبر، وبلا ما نساو الملح والزيت. ونديروا الصوص نتاعنا الطيب. وبعد ما طاب الرولي تاعنا كيما راكم تشوفوا رايحين نرمدوه في الفرينه. اولا نحاول نغطيه كامل بالفرينه بلا ما نساو الجناب. وبعد ما رمدناه في الفرينه مليح رايحه نفوتو في البيض. لهنا جبت بيضه ضربتها مليح ونفوت الرولي نتاعنا في البيض كامل. دايما ما نساوش الجناب حتى هما نفوتوهم في البيض. وفي الاخير رايحه نرمدو في الشابلور. نحاول نغطي كامل الرولي نتاعنا.
في مقله درت شويه زيت ولا نديرو شويه مارغرين، نحمرو الرولي نتاعنا ونخليوه يبرد مليح باش نقسموه. لهنا كما راكم تشوفوا لازم نحمرو من كل جوايه. لاصوص نتاعنا لهنا راهي طابت، راح نجيبو فرماج، اي نوع تاع فرماج واي نوع فرماج تحبوه تقدروا ديروه، ولا نجيبو الكريمه السائله نخلطوها مع لاصوص نتاعنا ونرحيوها كامل، نحاولوا نميكسيوها بالبرا ميكسور حتى نتحصلوا على بويون. من بعد نجيب الرولي تاعنا بعد ما يبرد مليح، لازم لهنا يبرد باش كي نقسموه ما يتفتتلناش. رايحين نقسموه شرائح بالطريقه هذه كما راكم تشوفوا لهنا. بعد ما خليته برد اكيد رايح يساعدنا في كي نكونوا نقسمو فيه مش رايح يتحلنا. نكمل نقسم كامل الرولي نتاعنا ونتلاقاو من بعد باش نحطوه في صحن التقديم. وبعد ما قطعت الرولي نتاعنا حطيته في الصحن بالطريقه هذه، وفي النص درت الصوص اللي كنا حضرناها من الاول. اكيد نتوما رايحين تقدموا حسب الذوق وحسب الاختيار نتاعكم وحسب الرغبه. وفي النص رشيت عليه شويه من المعدنوس، وزينته ثاني بشويه من الكريمه السائله كما راكم تشوفوا فيها على شكل قلوب. هنا هذا هو الصحن نتاعنا، راه هو جدي اللي هو رولي بالدجاج. وصفه بزاف سهله كما قلت لكم وبنينه، ان شاء الله تجربوها. واكيد اذا حبيتوا ديروها بالزيتون ولا بالجلبانه هذا راح يرجع لكم، وتقدروا تقدموها ثاني مع البطاطا المقليه. هنا وصلت لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، تهلاو في رواحكم والى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.